ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. الاول مره يشوفني يشترك في القناه، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحطوا اللايك يا جماعه، مش تخسروا اي حاجه لو حطيتوا اللايك. ويلا بينا كده نبدا الفيديو ونشوف النهارده هنعمل ايه. كده النهارده روتين رمضاني. بصوا من اول اليوم كده تشوفوا معايا كل اللي هعمله في يومي. ده بقى روتين ما بعد التعب. كنت واخده دور جامد جدا، الدور اللي هو الفيروسي اللي منتشر ده في الجو. كل الناس كانت تعبانه منه وانا كنت واخداه جامد جدا، والله كان دور صعب جدا. بس الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا شفاني وعافاني منه. فتعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا ده روتين الست بقى، انتوا عارفين بقى لما ابقى تعبانه كام يوم كده واقوم الاقي كل حاجه متكربسه على بعضيها. غسيل كتير طبعا، عايزه اعمل اكل، عايزه اروق الشقه. الدنيا بقى متلخبطه كده كلها على بعضها من يومين بس كنت تعبانه فيهم ونمت فيهم. كل حاجه اتحطت على دماغي. وطبعا انتوا عارفين ام الطفلين ما ينفعش ان هي تنام، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. طفلين ورا بعض عاملين زي التوأم، فلازم اقوم بقى اشوف اللي ورايا. مش هستنى اي حاجه من اي حد، لازم اقوم انا بقى كده اشوف اللي ورايا واشوف بيتي محتاج ايه واشوف ولادي محتاجين ايه. فهعمل اكل كده خفيف، فطار خفيف يعني كده، اللي هو شوربه، اللي هي الحاجات الخفيفه دي، مش حاجات مسبكه، عشان خاطر التعب اللي احنا كنا فيه. عملت كده فطور، حاجه خفيفه كده، شوربه بقى وحاجات مسلوقه هتشوفوها معانا في اخر الفيديو. الفطار هصوره لكم في اخر الفيديو برضو. فهنا اول حاجه طبعا انا دخلت على الغساله زي ما انتم شفتوا كده، كنت حاطه بقى غسيل، خدته نشرته وحطيت حطه تانية كمان. وبعد كده بقى دخلت على المطبخ، سلقت كده اللحمه وحطيتها تستوي، وحشت طبعا الريمه زي ما انتم شايفينها كده معانا. ادخل بقى على بعد كده البلكونه. شايفين البلكونه عامله ازاي؟ شايفين الترابه يا بنات؟ شايفين ترابه صعبه جدا يعني. من الكام يوم اللي انا نمتهم كنت تعبانه فيهم. البلكونه اتبهدلت جامد. انا ما بكسرش عنها حاجه يعني، البلكونه مسافه يوم يعني ببقى كنساها ومسحاها، تاني يوم بلاقيها كأني ما عملتش فيها اي حاجة خالص. الترابة زي ما انتوا عارفين، الجو طبعا متغير، وهوا بقى، الهوا جايب ترابة زي ما انتوا شايفين الترابة كده. نفضتها تنفيضة حلوة كده وروقت عليها بصراحة الخشب بتاعها والباب زي ما انتوا شايفين كده. والأرضية كنستها حلو ومسحتها وخليتها زي الفل، بحيث انشر الهدوم على نظافة. وبعد كده هاخد الهدوم بقى انشرها معاكم، هتشوفوها دلوقتي عاملة ازاي على نظافة. تبقى البلكونة كده نظيفة ومترتبة. شايفين هنا الهدوم اهو، ده نشرت جزء كده ولسه في جزء تاني في الغسالة. يعني ده جزء، في جزء تاني في الغسالة، وهطلع برضو واحط تالت يا جماعة. فانا لما كنت تعبانة بصراحة الهدوم اتحوشت جامد، والحمد لله يعني، الحمد لله ان هي جت على كده. هنا بقى شايفين انا نشرت هدوم وهو مديه دورة تانية كاملة اهو، بوريكم دي دورة كاملة حطوها برضو لسه كمية معتبرة. انا الغسالة بتاعتي بتشيل كتير بصراحة، فهي 17 كيلو الغسالة، 17 كيلو توشيبا بصراحة بتشيل كتير ما شاء الله يعني. هنا بقى دخلت على الحافظة كده، لميت الحافظة من الصالة، كانت متبهدلة جامد يا بنات يعني. كمية ترابة بصراحة شايلة كتير يعني، شايلة كتير عن السجاد، لأنها في الصالة كده. اللي بيدخل من باب الشقة كده هي في الوش، كل الكركبة عليها. بصراحة لا، كانت متبهدلة جامد. فمسكتها كده وقلت لها هغسلها بصراحة، لان كنت تعبانة وما قدرتش اغسلها قبل رمضان. فقلت لا بقى هغسلها في رمضان، هغسلها عادي، هو الصيام مش هيخلينا نعمل حاجة. لا طبعا، واحنا صايمين عادي هنقوم وهنشوف بيتنا عايز ايه وهنعمل وهنرتب وننظف وعادي خالص. بالعكس الصيام كده بيبقى مدي يعني، مش لازم تبقوا كسلانين، اتنشطوا كده شوية في الصيام، وقوموا شوفوا لو وراكوا حاجة اعملوها، حاجة ما لحقتوش تعملوها قبل الصيام رتبوها بقى واعملوها. وابتدوا بقى تجهيزات يعني، احنا ما كملناش حاجة منظفين ومرتبين قبل رمضان، فخلاص كلها ايام وندخل بقى في تنظيفات العيد وترويق العيد. و ربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده اللحمه اتسلقت اهي. شايفين انا برضو زي ما قلت لكم هعمل فطار خفيف، هعمل حاجه خفيفه جدا، مش هعمل مسبك، لان احنا تعبانين جدا جدا، فمش ينفع اي مسبكات او اي حاجه فيها سمنه. فهنا هطلع اللحمه زي ما انتوا شايفين كده، هطلعها هنا كده بحبه شوربه حلوين برضو. والشوربه دي انا هستخدمها يا جماعه، هعمل فيها اكله كده حلوه خفيفه وسريعه، مش هتاخد مني وقت ولا مجهود، ومنه تبقى خفيفة كده علينا، عشان خاطر يبقى الأكل خفيف ميبقاش فيه مسبك.
اللي وصل معايا لغايه هنا في الفيديو يا جماعه، اللي ما حطش اللايك حطوا اللايك، حطوا اللايك يا جماعه، اللي نسى يحطوا اللايك يحط اللايك للفيديو. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا روتين يومي كامل في رمضان كان عامل ازاي. الروتين ده يا جماعه بعد تعب، يعني عارفين كنت نايمه متدمره خالص، فمنهاش فايده بقى، كفايه نوم وكفايه خدت علاج كتير بقى. فاقوم بقى واشوف بيتي كده واعمل اكل كده يرم العظم ويفوق كده معانا يشد حنه كده شويه. هنا بوريكم، هنا برضو بشطف الحافظه، بشطفها كذا مره، يعني بغسلها غسله كويسه برجلي وبدي بها كده برجلي كده وبظبطها وبشطفها كذا مره. هنا كانت خلاص الحافظه غسلتها كويس وكانت اتصفت ونشرتها خلاص كده زي ما انتم شايفينها. كان المغرب خلاص بقى، كان المغرب هيدن خلاص، شايفين الجو عامل ازاي، كان المغرب خلاص هيدن. هدخل بقى دلوقتي اغرف الاكل ونحط الفطار، وتعالوا شوفوا عملت ايه. هنا زي ما انتم شايفين كده عملت حبة رز حلوين مع اللحمة المسلوقة طبعا خفيفة، مع هنا القلقاس يا جماعة انا سويته في الشوربة زي ما انتم شايفين كده. انا سويت القلقاس في الشوربة بحيث يبقى خفيف، حطيت له بقى حتة خضرة، احنا عايزين اكل خفيف مش عايزين اكل مسبك، فعملت القلقاس في الشوربة كده. شايفين حاجة خفيفة كده قوي، يعني ايه فطار كده خفيف، فطار العيانين ده يا جماعة، ده اكل العيانين زي ما بيقولوا. هنا بقى خلصنا بقى فطار كده وفطرنا وتمام وكله تمام. دخلت بقى كده على المواعين بصراحة، قلت اغسلها اول باول كده وافضي الحوض واخلي الحوض زي الفل، بحيث بعد كده بقى اصلي التراويح وميبقاش ورايا اي حاجة كده. شايفين هنا بقى غسلت المواعين كويس وادي الحوض فضي وخليته زي الفل تماما. شايفين؟ يا رب تكونوا اتشجعتوا وتنشطوا بالفيديو ده يا جماعة، واللي وراه حاجة يقوم يعملها وحطوا لايك للفيديو. يلا بقى سلام.